يمكن وجه مبروك عليهم، لكن اعتقادي انه الملاعبيه شعروا اكثر بالمسؤوليه اليوم كي هبطنا لهم وقربنا لهم وعرفوا انه النادي رجالات واقفه بجنب الرئيس اللي هو يمر بوعكه صحيه، وانه ما فماش علاش التراخي اللي شفناه او النتائج السلبيه اللي شفناها في اللقاءات متغير حتى شيء. نفس العباد مازال نفس الهيئه المديره نفس لجنه الدعم، وبالتالي اكدنا لهم اليوم انه رجالات النادي وما زالت واقفه وراه مش تكمل الدعم ماديا ومعنويا لنهايه البطوله، وهذا يمكن اعطاهم اريحيه اكثر وخلاهم شجعهم انه يسترجعوا المستوى الفني نتاعهم، وبرهنوا اليوم انه فريق عتيد وفريق لا يستهانوا به، ممكن كانت تحق له البطوله، وربما شكون يعرف البطوله تكون من نصيب النادي الصفاقسي. عندنا 3 ماتشات ما ربحناش، جاتنا الترجي الصفاقسي لازمنا نربحها باللي تحب هي، معناها خاصه ماتش نتاع السبون ماتش مع جميع الكونكورونس نتاعنا. الحمد لله يا ربي، معناها نهدي الانتصار هذا لسي لطفي اللي ربي يقيم وسالم، والجمهور الكبير اللي ما ايست ويساند فينا. الحمد لله يا ربي، معناها ان شاء الله جاي خير، ومش ما نحبش نسلموا في حد شيء في حتى نقطه، باش نلعبوا للاخر، وكان كاتبه حاجه ربي يسهل. على دخولك اليوم للمقابله عطى الاضافه وساهمت في الهدف نتاع نادي صفاقسي. والله الحمد لله، واحد كل ما قاعد يلعب كل ما قاعد يوري في مردود به، ان شاء الله نكملوا هكا. المفيد اليوم جاء انتصار بعد العثره اللي عملناها تروح اللي فات، ان شاء الله نرجعوا سلسله الانتصارات نتاعنا، وان شاء الله ربي يوفقنا في بقيه المشوار. كيفاش ترى سيس تقريبا 3 جولات قبل نهايه البطوله؟ والله نحن حسبناها كل بارتي وحده، جا البارتي هذا كملناها ربحناها ان شاء الله. كما قلت لك معناها نخدموا على رواحنا، عندنا 3 بارتي كل بارتي وحده كيك سوا في صفاقس ولا برا، ان شاء الله ربي يوفقنا ونربحهم الكل. On a joué sur Ezekiel, sur El Hanesh, sur Junior, en sautant le milieu de terrain, et après ça commence les attaques internes. Ça nous a donné quelques situations positives. On a marqué un but. Tard après le but, la situation à CSS, il fallait conserver le résultat, et c'est ce qui s'est passé. On a conservé le résultat. كلمة وحشتها ما قلتهاش عندي برشا، هي je félicite mes joueurs à leur engagement, leur prise de conscience, leur réaction et pour la victoire. Je leur félicite. Donc il reste encore 3 matchs, 9 points à jouer. Il faut qu'on aille chercher ces 9 points. Orange.